عايزك تجاوب بإجابة واحدة بس، بحاجة مقنعة ليك انت بس، على اي سؤال اللي انا هسأله. اي سؤال، إجابة واحدة بس مقنعة. ادي لنفسك سبب مقنع انك زعلان على حد قرر ان هو يخسرك ويطلعك من حياته ويقولك ان هو مش عايزك. السؤال التاني، ادي إجابة واحدة بس مقنعة لنفسك انك عايز الشخص ده ولسه بتفكر فيه رغم ان هو قالك انا مش عايزك في حياتي وقرر ان هو يخسرك. 3، ادي لنفسك سبب واحد بس انك لسه بتراقبه ولسه بتشوفه بيعمل ايه وما بتستفادش اي حاجة غير ان انت بيتحرق دمك. ادي لنفسك سبب واحد بس. 4، ادي لنفسك سبب واحد بس انك لسه مقتنع ان هو بيفكر فيك وانك قاعد في قائمة الانتظار مستني ان هو يرجع لك. حتى لو هتقول لا، هتستفاد ايه؟ ادي لنفسك سبب واحد مقنع انت بتعمل كده ليه. سبب واحد مقنع بس. اخر سؤال، بقالك قد ايه قاعد مستني؟ الحياة بتمشي بس انت حياتك واقفة، لا عارف تعيش حياتك صح، بتصحى وبتقوم وتنام على مسج منه مستنيها، بتسأل الأحباب والأصدقاء ويتحرق دمك لما تعرف إن هو كويس. بقالك قد إيه في الوضع ده؟ أحيه، بقالك كتير قوي، بقالك كتير قوي 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 في الوضع ده. بقالك كتير مضيع من طاقتك وصحتك ومجهودك وحياتك على حد مشي وسابك وقالك أنا مش عايزك وخسرك. والله والله لو فضلت زي ما انت رحت للثيرابيست، لكوتش، لدكتور نفسي، وزي ما انت افكارك هي هتفضل واقف في مكانك محلك سر ما بتتحركش، والدنيا عماله تعدي من قدامك وجنبك والناس بتعدي من وراك وانت واقف زي ما انت، رغم ان الحياه ماشيه عادي. ده طلعك من حياته وقالك مش عايزك، بتجري وراه ليه؟ مستني منه ايه؟ مستني يتردلك احساس الامان اول ما يقولك ان انا عايزك وانت تقوله لا؟ طب ايه المكسب؟ ده هيشفي غليلك؟ انت بتضحك على نفسك. ده مش هيشفي غليلك ولا حاجة. انت مش قادر تتقبل ان حد رفضك لان طاقة الألم كانت كبيرة قوي عليك، فمش قادر تتخيل ان حد بعد المجهود اللي انت قدمته له ده رفضك. لا، احنا بنترفض عادي على فكرة، عادي قوي كمان. افتكر ان محدش هيقومك ومحدش هيخليك تقوم من الوضع اللي انت فيه، وطول ما انت حاطط نفسك في زون الفيكتيم، الضحية المجني عليه، طول ما انت هتفضل كده. وهيجيلك حد من بره هتفتكر ان هو طوق نجاة وهيتيك فوق دماغك، ويمكن اكتر منه كمان. عارف ليه؟ علشان انت عايش ضحية واحنا مش ضحايا، احنا مسؤولين. ضيعت عمرك ووقتك وطاقتك ومجهودك على حد ما يستاهلش، في الاخر سابك ومشي، خلاص خلصت. نبدأ نتشافى. ربنا حطه في طريقك علشان ترتقي بليفل أعلى من الاستحقاق، علشان تعرف الدرس، مش تخلي الدرس كل شوية يتعاد عليك. بطل تجري وراه، علشان انت مش مستفاد اي حاجة ومفيش مكسب عائد عليك. انت الوحيد اللي هتقوم نفسك، وانت الوحيد اللي هتقدر تاخد قرار انك تقوم من اللي انت فيه. فيلا قوم.